السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى هنتكلم في موضوع مهم جدا اللي هو تشققات كعب الرجل او الكعب الخشن في الوقت اللي احنا فيه. طبعا بيكتر طبعا لان الجو برد وسقعة كده، وطبعا الكعب بيبقى متعرض للهواء فبينشف وبيبقى خشن كده، وساعات طبعا مع ناس بيبقى بيشقق كده وبيعمل خطوط سودا، فبيخلي الكعب شكله مش حلو خالص، وساعات بيبقى خشن. فاحنا النهاردة هنشوف ايه علاج الكعب ده، ونشوف هنعمل ايه معانا كده علشان الكعب يبقى طري كده وحلو، وما بيبقاش فيه خشانة وما يبقاش فيه تشققات، ويبقى حلو جدا كده وطري. تعالوا بقى مع بعض كده. اول حاجة هنعملها، معايا طبق فيه مية سخنة، يعني تقدري تستحمليها. المية السخنة دي تقدري تستحمليها على رجلك. انا طبعا مش هقدر اطلع برجليا، مش هقدر اطبق الوصفة دي على رجلي، لازم اعملها على ايديا عشان حرام طبعا اطلع اعمل حاجة على رجلي. فالنهاردة جبنا المية السخنة كده، وهنبدأ بقى. هنجيب اول خطوة هنعملها، هنجيب ليمونة زي دي كده وهنعصرها في المية، يعني نعصر نص ليمونة كده. الوصفة دي حلوة جدا لناس كتير بيبقى عندها تشققات وبيبقى كعبها خشن، ومع الستات اللي بتقف كتير في المطبخ بيحصل تشققات كده في رجلها، ومع البنات برضو اللي بتخرج كده في الهوا بصندل او بشبشب بيبقى كعبها معرض للهوا فبيبقى خشن. تاني خطوة، جبنا هنا ملح الطعام اللي هو الملح اللي بنستعمله في المطبخ عادي جدا، او ممكن ملح البحر اللي هو الخشن ده اللي موجود عندك هتستعمليه. وجبت معلقتين من الخل الابيض اللي هو خل الطعام، ومعايا ربع معلقة من الكربوناتو، ربع معلقة بس من الكربوناتو. هنحطها بالشكل ده ونقلب المكونات كويس جدا. طبعا اول ما نحط الكربوناتو هنلاقي نلاقيها تفور كده معايا. دي بقى مكون جبناه من عند العطار برضو، اللي هو ممكن سهل جدا تجيبيه يعني. دي مية ورد، دي مية ورد بنستعملها للبشرة. هحط منها معلقتين كبار على المية زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. حطيت هنا معلقتين من مية الورد طبعا عشان تخلي المية ريحتها حلوة، وطبعا برضو مرطبة ومعطرة جدا. هقلب المكونات اللي انا حطيتها بالشكل ده، واحط رجليا فيها لمدة ربع ساعة. طبعا ليه هحطها لمدة ربع ساعة؟ عشان الجلد بتاع الكعب يبقى طري، وتعرفي تغسليه بعد كده، وتعرفي تعملي له تقشير. هتقشريه بعد كده بمادة او باي حاجة خشنة، او اللي هو الحجر بتاع الحمام ده كلنا عارفينه، او بليفة اللي هي الليفة بتاعة المواعين الخشنة. طبعا انا هستعملها معاكم دلوقتي وهنشوف هنعمل بيها ايه. انا غسلت ايديا كده بعد ما نقعتها ربع ساعة. طبعا الوصفة دي للرجل مش للايد، بس انا بطبقها على ايديا، مش هقدر اطبقها على رجلي خالص. نقعت ايديا كده لمدة ربع ساعة لحد الجلد ما يبقى طري، واغسله كده بالشكل ده بالليمونة. طبعا بالليمونة كويس جدا. الليمونة دي بترطب الجلد وبتنضف كده اي حاجة في الجلد. يعني كويسة جدا الليمون ده للبشرة. بصوا انا غسلت ايديا كده، شايفين طبعا في نتيجة ظهرت طبعا، والنتيجة دي هتظهر معاك من اول مرة، وهنعملها مرتين في الاسبوع. الوصفة دي هنعملها مرتين في الاسبوع او 3 مرات. بصوا بقى انا معايا هنا شاور اللي هو بتاع الاستحمام كده، اي نوع شاور بقى موجود عندك. هنجيب كده شوية صغيرين زي ربع معلقة كده، هنحطها على ايديا بالشكل ده. دي خطوة من الخطوات. اي نوع شاور موجود عندك هنستعمله. شايفين الليفة دي بقى اللي هنستعملها النهاردة. انت ممكن تستعملي الحجرة دي او اي حجرة موجودة عندك، اللي هي الحجر بتاع الحمام طبعا، ده كلنا عارفينه. بس انا مش هستعمله النهاردة طبعا لان ما اقدرش امشيه على ايديا لانه خشن. فانا هستعمل الليفة دي ليفة عادية جدا، ليفة بتاعة المواعين كلنا بنستعملها، وطبعا جديدة طبعا ونضيفة، ما نكونش غاسلين بها مواعين ولا اي حاجة، ولا تكون فيها زيوت ولا اي حاجة. دي جبتها بالشكل ده.
هنضف بها كده كعب رجلي زي ما انا شغالة كده على ايدي. طبعا بعد ما ننقعها ربع ساعة، لازم تتنقع ربع ساعة عشان الجلد كده يطرى وتقدري تعملي لها تقشير بالشكل ده. شايفين النتيجة تحفة، وتحس ان كعب رجلك هيبقى طري كده من اول مرة. يعني اول مرة استعملتي الحاجات ديت كعب رجلك هيطرى جدا، وهتحسي كده بتغيير كبير بصراحة. شايفين ما شاء الله الوصفة تحفة، وكلها حاجات بسيطة جدا موجودة عندك في البيت. انا كده خلصت الطريقة دي. في وصفة تانية كده بقى. الخطوة التانية، جبت كده طبق هحط فيه ايه، نص معلقة صغيرة من زيت اللوز. ده جبته من عند العطار، الازازة دي مش غالية، جبتها ب10 جنيه من عند العطار. هنجيب كده زيت اللوز اللي هو اللوز المر مش الحلو، هنستعمل زيت اللوز اللي هو المر. هنحط كده نص معلقة صغيرة في طبق. وطبعا في مكون برضو تاني اللي هو الكريم المرطب اللي هو بنسينول او اي نوع كريم مرطب عندك، او ممكن فازلين طبي اللي كلنا عارفينه وبنستعمله. هنحطه كده كمية. طبعا هتحطي الكمية على قد ما هتستعملي، يعني على قد كعب رجلك. انا حطيت هنا كمية بسيطة لاني انا مش هحط على كعب رجلي ولا حاجة، انا عملت الوصفة دي على ايدي كده دلوقتي. وهحط برضو ربع معلقة من ماء الورد. نحط ربع معلقة صغيرة من ماء الورد بالشكل ده على الكريم والزيت، ونقلبهم كويس جدا. وصفة رهيبة بصراحة، حلوة جدا، بتجيب نتيجة من اول مرة. يعني هتحسي بالفرق من اول مرة. اول مرة هتعمليها هتحسي بفرق كبير. وطبعا احنا هنستعملها مرتين في الاسبوع، مرتين بس في الاسبوع. انا قلبت المكونات، الزيت مع الكريم مع مية الورد. هستعملها بالشكل ده على كعب رجلي زي ما انتوا شايفين كده، وادهنها دهنة بسيطة كده بايدي. طبعا هتحسوا بفرق كبير بعد الترطيب دوت، هتحسوا بفرق كبير جدا. ولازم نرطب كعب رجلينا بعد ايه، بعد الوصفة الاولانية، بعد ما غسلناها بقى بالملح والخل والليمون وكده، لازم نرطبها بالشكل ده. شايفين الفرق؟ هتحسوا بقى بنعومة كده ما شاء الله يعني من اول مرة. انا هشيل بقى الطبق ده. طبعا اخر خطوة بقى هنعملها مع بعض، اللي احنا هنجيب ايه، هنجيب كده اللي هو الاسترتش راب اللي احنا بنستعمله برضو في المطبخ، وبنغطي بيه اي حاجة كده. نعومة رهيبة ما شاء الله، الوصفة حلوة جدا وناجحة جدا. وكمان المكونات اللي احنا عملناها ترطيب ممكن تستعمليها على ايديكي او على وشك قبل ما تنامي كده، بترطب البشرة جدا. كلها مكونات حلوة جدا ما فيهاش اي خطورة خالص. هنجيب بقى الاسترتش دوت زي ما انتم شايفين كده، والفه بقى على رجلي مش على ايديا طبعا، زي ما انا شفته كده، وهسيب صوابعي كده من قدام والبس الشراب. ودي كانت الوصفة بتاعت النهاردة.